القصة اللي هحكيها النهاردة دي قصة حقيقية، فلو بتخاف بلاش تسمع. في قرية نائية على أطراف الصعيد، الجو كان دايما تقيل، ضباب خفيف بيغطي البيوت الطينية القديمة، والرياح بتاعه زي صوت واحد بيتوجع في نص الليل. الناس في القرية دي كانوا عايشين بحذر، محدش بيخرج بعد صلاة المغرب، مش بس عشان البرد أو الخوف من الحرامية، بس عشان حكايات بيتهمسوا بيها، حكايات عن اللي بيظهروا بالليل. حسن عبد المقصود راجل في أواخر الأربعينات، كان عايش لوحده في بيت قديم ورثه من أبوه. البيت كان على طرف القرية، جنب المقابر القديمة اللي محدش بيقرب منها إلا في المناسبات. حسن كان معروف إنه مش بيخاف، يعني لو في صوت غريب أو مشكلة في حتة مهجورة الناس بتروح له. بس من 5 سنين لما مراته نورة توفت في حادثة غريبة، حسن اتغير، بقى ساكت أكتر، عينه بقى فيها نظرة خوف وحزن في نفس الوقت. في ليلة من الليالي ما كانش فيه قمر، كانت الساعة حوالي 12:30 بالليل. حسن كان قاعد في الصالة بيشرب شاي، هو سرحان مش بيبص على حاجة. الدنيا كانت هادية من غير صوت، الريح كانت بتهز الشباك الخشب القديم. فجأة سمع خبط خفيف على الباب، زي لو ايد صغيرة بتخبط بالراحة. حسن استغرب، مين ممكن يجي في الوقت ده؟ قال مين؟ سأل بصوت عالي، بس ما كانش فيه رد. سأل تاني مين؟ برضه مفيش رد، بس الخبط زاد شوية، وصوت طفل صغير جه من بره: يا عمو حسن، افتح الباب أنا خايف. حسن حس إن قلبه دق بسرعة، مش عارف ليه الصوت كان ناعم، بس في حاجة غريبة، زي لو في صدى، كأن الريح هو اللي بيتكلم. حسن قام مسك المقشة اللي جنب الباب، عادته لما بيحس إن في حاجة غلط، عشان لو طلع حرامي أو حاجة يدافع عن نفسه. فتح الباب بحذر، أول ما عينه وقعت على الطفل اللي واقف بره حس إن الدم اتجمد في عروقه. كان طفل مش أكتر من 7 سنين، لابس جلابية بيضة نضيفة جدا، زي لو لسه مغسولة ومكوية. وشه كان شبه اللعبة الصغيرة، عينه كانت سودة وواسعة ومفيهاش لمعة، مبتسم ابتسامة عريضة كده، بس ما كانش فيها حياة. كان شكله يخوف بصراحة. قال لي يا عمو، ممكن أدخل؟ أنا تايه. حسن بصله وهو قلبه بيدق بسرعة، وحس إن في حاجة مش مظبوطة. قال له أنت مين؟ وإزاي عرفت اسمي؟ سأله وهو بيحاول يبان إنه مش خايف. الطفل رد وهو لسه مبتسم: أنا عارف كل حاجة عنك يا عمو حسن. حسن سمح للطفل يدخل، بس كان حاسس إن في حاجة غلط. الطفل قعد على الكرسي الخشب القديم في الصالة، عينه بتلف في البيت كله زي لو بيدور على حاجة. حسن حاول يهدي نفسه وقعد قدامه. انت مين يا ابني؟ واهلك فين؟ سأله بصوت هادي كده بس بنبرة فيها حذر. الطفل رد بصوت ناعم وفي حاجة مخيفة في نفس الوقت: أهلي مش هنا، أنا جيت عشانك أنت. حسن حس إن في سكينة رشقت في ظهره. سأله يعني إيه عشان أنا؟ أنت بتقول إيه؟ الطفل مردش، بس ابتسامته وسعت أكتر. فجأة حسن سمع صوت همس خفيف جاي من كل حتة في البيت، بس مش كلام واضح، زي أصوات كتير بتهمس مع بعض في نفس الوقت، كأن جدران نفسها بتتكلم. حسن بص حواليه، اللمبة اللي في السقف بدأت تنور وتطفي، والضوء بيضعف ويشتد. حاول يتجاهل الإحساس ده، قرر ياخد الطفل للشيخ عثمان، شيخ القرية، عشان يشوف الموضوع ده إيه. بس هو بيطلع من البيت لاحظ حاجة خلته يقف في مكانه. الطفل ما كانش وراه ظل، ضوء لمبة الشارع كان بيضرب في الأرض. كان في ظل الحسن، بس الطفل ولا كأنه موجود. حسن بلع ريقه وقال لنفسه أكيد أنا بس اللي بتخيل كده وبيتهيألي. وهما ماشيين في الشارع الضباب كان بيزيد والدنيا ساكتة قوي، مفيش غير صوت خطواتهم بس، وصوت تاني زي خطوات خفيفة ماشية وراهم من بعيد. حسن بص وراه بس ما كانش فيه أي حد. الطفل كان لسه مبتسم نفس الابتسامة، وعينه بتلمع بنور غريب تحت ضوء القمر. وصلوا بيت الشيخ عثمان. حسن حكى له كل حاجة، والطفل قاعد جنبه ساكت، بس عينه لسه بتتحرك في كل حتة. الشيخ عثمان راجل كبير في السن، عينه مليانة حكمة وخوف في نفس الوقت. بص للطفل ووشه اتغير: ده مش طفل يا حسن، قال له كده بهدوء، بس صوته كان فيه رعب بصراحة. ده حاجة تانية. حسن استغرب: يعني ايه حاجة تانية؟
ده طفل زي أي طفل، شايفه بعيني. الشيخ عثمان هز راسه. اللي بتشوفه ده مش زي ما انت فاكر. اسمعني كويس يا حسن، القرية دي فيها أسرار قديمة، حاجات الناس نسيتها بس هي لسه موجودة. الشيخ قرب من الطفل وبدأ يقرأ آيات من القرآن. فجأة الطفل بدأ يضحك ضحكات عالية وغريبة، زي صوت المعدن وهو بيتكسر. البيت كله بدأ يتهز، اللمط بدأت تطفي وتولع لوحدها، والشبابيك بتقفل وتفتح وتترج زي لو في زلزال. الشيخ عثمان صرخ: ارجع يا حسن، ده مش إنسان. الطفل وقف وفجأة شكله بدأ يتغير. الجلابية البيضة بقت زي خرقة قديمة متبهدلة، ووشه بدأ يتمدد. مش طفل تاني، العيون السوداء بقت أكبر، والابتسامة بقت شبه بق مفتوح مليان أسنان حادة. صوته اتغير وقال: انتوا اللي بدأتوا، انتوا اللي استدعيتوني. حسن حس إن رجله مش شايلاه، وقال له: استدعيناك ازاي؟ احنا ما عملناش أي حاجة. الكائن اللي ما كانش طفل خالص بصله نظرات خلت دمه يتجمد. من 5 سنين يا حسن لما مراتك ماتت، تنسيت اللي عملته؟ حسن حس إن الأرض بتتحرك من تحت رجليه. 5 سنين لما نورة ماتت، كانت حامل في الشهر التاسع، وفي ليلة زي دي عربيتها اتقلبت على الطريق الصحراوي. الناس قالوا إنها حادثة، بس حسن كان حاسس إن في حاجة غلط. كان في نظرة في عينيها ليلة الحادثة، زي لو كانت خايفة من حاجة محدش شايفها. الشيخ عثمان كمل قراءة القرآن، بس الكائن بدأ يتحرك بطريقة غريبة، زي لو جسمه مش متماسك. فجأة حسن شاف خيال نورة واقف في ركن الأوضة. كانت لابسة نفس الفستان الأبيض اللي كانت بتحبه، بس وشها كان شاحب، وعينها كانت مليانة دموع سودة. حسن، انت اللي جبته، قالتها بصوتها، بس كان في صدى مرعب. حسن صرخ: انا ما عملتش حاجة، انا ما كنتش عارف. بس الحقيقة بدأت تتكشف في دماغه. بعد موت نورة، حسن كان متدمر. راح لعجوز في القرية، واحدة معروفة انها بتعرف الاسرار. ست العجوزة قالت له ان في طقوس معينة في المقابر ممكن تخليه يشوف نورة تاني. حسن من كتر اليأس سمع كلامها وعمل الطقوس دي، وذبح ديك اسود زي ما قالت له، ورسم دايرة بالدم في المقابر، وردت كلام غريب هي اللي علمته له. بس ما كانش يعرف ان الطقوس دي فتحت باب لحاجة تانية، حاجة كانت مستنية اللحظة دي. الكائن بصله وصوته بقى زي عويل الريح: انت فتحت الباب، والباب مش هيتقفل. فجأة الخيال بتاع نور اختفى، والكائن رجع لشكل الطفل، بس المرة دي عينه كانت بتلمع بنور أحمر، وقال له: دلوقتي انت بتاعي. الشيخ عثمان من كتر الرعب مسك عصايته ووقف قدام الكائن. انت مش هتقدر تقرب منه. وبدأ يرش مية مقروء عليها قرآن. كان ضحك ضحكة خلت الإزاز بتاع الشبابيك يتكسر. تفكرين اللي بتعملوه ده هيوقفني؟ فجأة البيت كله بدأ ينهار، والسقف يترج، والجدران بتتصدع. حسن جري ناحية الباب، بس كان ظهر قدامه في ثانية زي لو طار. قال له: انت مش هتهرب. قال له كده وهو بيقرب منه. ايده الصغيرة بقت زي مخلب طويل. حسن من الرعب مسك سكينة من جيبه وضرب الكائن في صدره، بس السكينة عدت من خلاله زي لو كان هوا. الكائن ضحك: انت مش بتحارب طفل يا حسن. الشيخ عثمان في لحظة يئس، حط المصحف على ظهر الكائن، وفجأة الكائن صرخ صرخة مخيفة، زي صوت 1000 واحد بيصرخوا مع بعض في نفس الوقت. الضوء في البيت طفى، والضباب بره دخل جوه. حسن والشيخ عثمان جريوا في الشوارع الضلمة، والضباب كان كتير قوي، كانوا شايفين بعض بالعافية. صوت خطوات الكائن كانت ماشية وراهم. كل ما يبصوا وراهم كانوا بيشوفوا الطفل واقف بعيد مبتسم، بس المرة دي ما كانش لوحده، كان في أطفال تانيين كلهم لابسين نفس الجلاليب البيضاء، كلهم بنفس العيون السوداء. حسن قال للشيخ عثمان وهو بيصرخ: احنا هنعمل ايه؟ الشيخ عثمان وهو بينهج رد عليه، قال له: الباب اللي انت فتحته لازم يتقفل، بس لازم نلاقي المكان اللي انت فتحته فيه. حسن افتكر المقابر، جريوا ناحية المقابر القديمة، الكائنات الصغيرة كانت ماشية وراهم. لما وصلوا، حسن شاف الدايرة اللي رسمها بدم الديك من 5 سنين لسه موجودة على الأرض. الشيخ عثمان بدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي، وحسن من كتر اليأس بدأ يدعك الدايرة برجله عشان يمحيها. بس فجأة كيان ظهر قدامه ومسك إيده. الإيد كانت زي النار، حرقت جلده. كان قال بصوت: نورة، انت فتحت الباب يا حسن، دلوقتي احنا جزء منك. فجأة رياح قوية جت والضباب اختفى، وكائنات صغيرة اختفت،
والباب اللي في المقابر بقى زي لو اتقفل. حسن وقع على الأرض وكان بيترعش. الشيخ عثمان بصله وقال: انت فاكر ان ده خلص؟ الباب ممكن يفتح تاني. تاني يوم حسن والشيخ عثمان حكوا لأهل القرية اللي حصل، بس محدش صدقهم. الناس قالوا انهم اتجننوا. القرية رجعت زي ما كانت، بس حسن كان عارف ان الحكاية ما خلصتش. كل ليلة كان بيسمع صوت خبط خفيف على الباب، وصوت طفل بيقول: يا عم حسن افتح الباب. في يوم حسن اختفى. الناس قالوا انه سافر، بس اللي شافوا البيت بتاعه لاحظوا ان الشبابيك كانت متكسرة والأرض مليانة آثار رجلين صغيرة. والغريب إن القرية بقت هادية قوي، بس كل ما الضباب يبان الناس بيسمعوا صوت أطفال بيضحكوا من بعيد، وصوت نورة بتقول: انتوا اللي بدأتوا. لو عجبتكم القصة ما تنساش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان قصص رعب كتير. سلام.